أعلن كريستوف غالتيه مدرب فريق باريس سان جيرمان اليوم الخميس رحيل ليونيل ميسي عن الفريق بنهاية الموسم، وسيخوض أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2022 مباراته الأخيرة مع النادي الباريسي على استاد بارك دي فرانس بعد غد السبت أمام نادي كليرمون فوت. في المؤتمر الصحفي للمباراة قال غالتيه: حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي فرانس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال. ودافع المدرب الفرنسي عن ميسي الذي تهاجمه فريق جماهير باريس سان جيرمان منذ انتهاء مونديال قطر 2022 قائلا: لقد كان عنصرا مهما وفعالا طوال الموسم الجاري، والانتقادات التي تعرض لها غير مبررة. وأشار المدير الفني لسان جيرمان: لقد عشنا موسما استثنائيا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق. وأتم كريستوف غالتيه: لقد كان لي الشرف أن أعمل مع ميسي طوال الموسم، وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 من يونيو الجاري. والسؤال المطروح الآن: هل سيقبل ليونيل ميسي بالعرض الضخم من السعودية، أم العاطفة ستغلب البرغوث وينتقل إلى برشلونة؟